لا ضرب لا، ضرب لا. كفايه. انت بقى اللي نفسك ده انا هقطعك واشفيك. ارمي الخروفين في الثلاجه. يلا. مش كنت تقولي ان ابوها جزار؟ يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم؟ يا معلم احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي؟ ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفالنتاين؟ نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نولي السطوره بتولي. يا معلم سؤال بعد اذنك لو سمحت، هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ اوي من عينيا. مشيها مخاصي. لا انا ابني ما يتضربش، انا بس اللي لطش له. هم فاكرين نفسهم ايه عشان هم جزارين نبقى احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، ده احنا لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتك المعفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا ايه يا واد؟ كده رخص خلاص. اهدي بس يا طب، خناق مع الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا دمي بيفور كل ما افتكر ان الواد كانوا بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطشته، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الاقلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها. انزلي اللي بتوع المفتك الميت يا ام قلب ميت. بس المشاكل ما تتحلش بالطريقه دي، عمر الخناق ما بيجيب نتيجه. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعه البنت في مقتل. نفترض ان هي نازله تجيب علبه صلصه او كيلو مكرونه مقصوصه من عند البقال، وطلع لها واحد تعاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كده المفروض تبقى الطف من كده، تغني لها مثلا تخنوم فاتك نص عمرك اللي ما شفت مصر، اكدب عليك. بقول لحضرتك ده من المنطقه فساد في فساد، ومسميني نفسه قال السيد العاطفي. طبعا اداره الاكاديميه ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده تحريض الشباب على المسخره وقله القيمه. انت هذا اللي قلت البت بتاعتي تكرفني وتديني على دماغي؟ اعوذ بالله يا باشا، ده انا لا عشت ولا كنت. امال مين؟ انت هاد؟ العفو يا باشا، العفو، ده انا حتى اخرس. امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل. جسمي اشعر من الكلام اللي زي الرصاص. اتفضلي حضرتك يا ابني. تأكد إن أنا هكون في منتهى الحزم والقسوة. يا عم واحنا بنبيع فلايات؟ ايه؟ انت اللي اسمك السيد العاطفي؟ ده شكل عاطفي يا باشا، هو العاطفي اللي بتدوروا عليه. انت عايز منه ايه؟ معاك اذن نيابه؟ ليه احنا داخلين شقه؟ انت معايا بنت ولا ايه؟ خدوه على البوكس. تيجي فين يا باشا؟ دي مالهاش دعوه. امشي انت يا داليا، قصدي يا شاطره، يا اللي مالكيش اسم ما اعرفهاش. هاتوه على البوكس. شفتوا بقى اخرة الحب ايه؟ عشان تعرفوا بس. دادي يوم سيف سيد، او النبي يوم سيف سيد يبارك لك يا صلاح بيه. الواد ده لا يطاق، انا هتدخل في الموضوع وانقذه عشان خاطر المرحومه ابوه بس. ابن اصول والله. الله، مين الحلوه الاموره دي؟ ما تعرفوني بيها؟ دي داليا بنت عم يوسف جارنا، ده هي اللي جريت وبلغتني والنبي. الله، بنت عم يوسف. الله، كبرت ليه كده يا بنت؟ متشكره يا باشا، بس يا ريت الحق سيد. رجاله سعادتك يا سعاده الباشا عايزين ترضوها هي وابوها من البيت، طبعا راجل طيب زيك وامير وفل هنا وبفطه بيضه، ما يرضيكش تعمل فيهم كده. لا يرضيني ازاي؟ باربي خدي طنط حنفيه على الاسم مع المستشار القانوني ويحل الموضوع هناك. يلا. ده العشم برضه يا امير يا ابن الامر. انا هقعد مع الانسه عشان ادرس الموضوع كويس. Come on, Tom, come on. I'll tell you something sweet, but please understand me. طب بلاش بقى فرنساوي، كلميني انجليزي عشان افهمك. Okay. جيهان، جيهان، في ايه تاني يا سيد؟ في ايه تاني؟ لسه خارج من الحجز عليك عادل وتقولي لي في ايه تاني؟ طب كويس والله ان انت مش جاي لي هربان من السجن وجايب لي مصيبه جديده.
مش كفايه اللي حصل لي في بيتنا بسببك والموبايل اللي خدوه مني؟ موبايل ايه يا جيجي بس؟ ما انت عارفه ان انا ما اقصدش، وكمان عارفه اني بحبك وبحبك اكتر من اي حد في الدنيا دي. تقوم تفضحني كده يا سيد؟ افضحك ايه بس بقى؟ ما انت بصراحه اشتغلتيني في حوار كده مش حلو، وقلت لي ابوكي رجل اعمال وطلع جزار. عندك لو سمحت، انا لسه عند كلمتي. انا فعلا بابايا رجل اعمال، بس رجل اعمال متخصص في الثروه الحيوانيه. انت مكسوفه تقولي جزار؟ هو حد طايل يا بنتي؟ على الاقل بيبيع اغلى سلع في البلد. يا سلام يا اخويا، وانت بقى وكلامك عن امك، وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انت هتشرشحي لي جان في الشارع ولا ايه؟ انا فيا اللي مكفيني يا سيد، وكمان كفايه المعامله اللي بيعاملوهاني في البيت. وبصراحه كده بقى انا متقدم لي عريس. عريس؟ يعني ايه؟ يعني جاهز وعنده شقه وفارشها وابن خالتي، وما اقدرش اقول حاجه. طب وانا؟ انت ايه؟ انت تشد حيلك ويا ريت تيجي تتقدم لي من بكره. اتقدم لك؟ انت بتهيسي ولا ايه؟